الأمور مشتعلة جوه الإسماعيلي وده بعد الخسارة من إنبي ويعني صعوبة موقف الإسماعيلي في الجدول. خلونا في البداية نصلي على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وزي ما حضراتكم متعودين معانا نتمنى إن انتوا تدوسوا لايك للفيديو. كمان بنفكر الناس الجديدة اللي موجودة معانا إن قناتنا القديمة رجعت على اليوتيوب، وإن شاء الله الفترة اللي جاية هنبدأ نعمل عليها فيديوهات، فنتمنى إن أنت تشترك فيها وهنسيب لكم لينك القناة في التعليق المثبت تحت. كلام كتير اتقال عن رحيل الكابتن تامر مصطفى، وده بعد الهزيمة المستحقة من إنبي، وقال إن في لم متعلقاته الشخصية من النادي، وبلغ اللعيبة إن دي آخر مباراة مع النادي الإسماعيلي. هنقول لكم كل التفاصيل والكواليس اللي حصلت بعد مباراة إنبي، ولكن خلينا بس نتكلم في موضوع مهم شوية، وهو بيان الاحتجاج اللي طلعه نادي الإسماعيلي بعد مباراة سموحة. طبعا بعد مباراة سموحة والأخطاء التحكيمية وحالة الطرد المثيرة للجدل واللي حكمها الكابتن أحمد الغندور، بعد مباراة سموحة النادي الإسماعيلي نزل عبر صفحته بيانين. أول بيان إن النادي الإسماعيلي بيحتج عن قيادة أحمد الغندور للمباراة، وإن في أخطاء كتيرة جدا جدا ارتكبها وده ضد مصلحة النادي الإسماعيلي في المباراة. على طول بعدها النادي الإسماعيلي طلع بيان وقال إن هو بيطالب لجنة المسابقات ورابطة الأندية والسادة المسؤولين عن الكورة في مصر إن يتم إعادة مباراة سموحة، وده بسبب الأخطاء الجسيمة اللي أثرت في نتيجة المباراة، وإن النادي الإسماعيلي عايز يعرف الحديث اللي دار ما بين الحكم الخاص بالمباراة وحكم الفار عشان نعرف إيه اللي تسبب في طرد لاعب الإسماعيلي. خلاص كده النادي الإسماعيلي سجل اعتراضه وقال يا جدعان أنا معترض على أحمد الغندور لأن هو ارتكب أخطاء جسيمة جدا في المباراة دي، صح كده؟ تفاجأنا بقى كلنا واحنا بنتفرج على مباراة الأهلي والمصري اللي فوز فيها النادي الأهلي 4-2 إن كان حكم اللقاء هو أحمد الغندور، وده بيديك رسالة واضحة وصريحة إن مجلس الإدارة بالنسبة لنادي الإسماعيلي لا حياة لمن تنادي ومحدش عامل له حساب ولا اعتبار. يعني أنت متخيل إن أنت كنادي بتقدم اعتراضك وبتقول أنا محتج على الحكم اللي أدار المباراة بتاعتي لأن هو ارتكب أخطاء فيها، فمثلا اتحاد الكرة مش يقول مثلا نهدي الدنيا ونسيبه مثلا يقعد ماتشين ثلاثة، لا ده انت بتتفاجئ ان هو بيحكم ماتش القمة بين الاهلي والمصري في قمة الجولة اللي كانوا بيلعبوا فيها. يعني انت متخيل انت اصلا محدش شايفك. ده احنا بنقوله ليه؟ بنقوله عشان الناس بتقول اصل هم هيلغوا الهبوط عن الاسماعيلي، اصل هم مش عارف ايه. انا الحقيقة كواحد مثلا بحب النادي الاسماعيلي ما بقتنعش بالكلام ده نهائي. ليه؟ لان انت في حاجات سبق قبل كده بتدل ان انت اصلا محدش بيعمل لك اعتبار ولا حد بيسأل فيك، وده لو انت جيت اتكلمت مثلا ان ابسط حقوقك اللي انت مفروض تاخدها، وبما انك انت النادي الجماهيري الكبير بالشعبية بعد الاهلي والزمالك بيفضل عليك اندية الشركات وبيخلوها تلعب بالليل في عز الطراوة والراحة والدنيا جميلة، وبيخليك انت تلعب في عز العصر وعارفين ان في جمهور بيجي وراك وعارفين ان في جمهور اكيد شغال، طب هيسيب شغله ازاي ويجي يتفرج على المباراة؟ ففي شواهد كتيرة جدا ودلالات بتقول ان انت يعني نادي مش مفضل ونادي محدش بيبص لك ولا حد بيقول لك انت فين، وان اصلا الساده المسؤولين عن الكره في مصر هم مش شايفين غير ناديين بس هم الاهلي والزمالك. احنا بس عشان ما نطلعش من الموضوع بتاعنا انا بس هنا بوصل لك العلاقه بين مجلس اداره الاسماعيلي وبين الساده المسؤولين عن الكره في مصر، ده بيدل ان انت كمجلس اداره ما عندكش علاقات ولا ليك معارف ولا حد بيبص لك ولا حد بيقول لك انت فين. وهنا عشان اكون صادق معاك انا هنا برضو ما بقولش ان ده مجلس الاداره الحالي المشكله، لا، على مدار المجالس اللي فاتت او اللجان اللي بتيجي احنا برضو علاقاتنا ما بنقدرش ان احنا نكون علاقات قويه وعلاقات حتى الناس على الاقل تعمل لنا حساب. بس طبعا الموضوع معانا في الاداره دي الموضوع زاد وغطى كتير جدا، وده بسبب ان هم الناس كلها عارفه ان مجلس الاداره منقسم وعارفين ان مجلس الاداره ما بيعملش حاجه وملوش اي دور، وان الناس بتتخانق مع بعض والناس مش فاضيه للنادي الاسماعيلي. انا بس حبيت ادردش معاك واقول لك في الحته دي ان انت بتطلع بيان اتحاد الكوره بيقول لك حاضر انت طلعت بيان، طب خد يا احمد غندور احكم مباراه الاهلي والمصري. نروح لتصريحات رئيس النادي الاسماعيلي المهندس نصر ابو الحسن، واللي قالها لبعض المقربين، يعني ان هو الراجل متضايق جدا عن سوء التخبط اللي بيحصل جوه النادي بسبب النتائج العكسيه اللي مش في صالح النادي الاسماعيلي، وقال ان الراجل بيفكر على طول في مصلحه النادي وان الامور في النادي
مش احسن حاجه، وان رئيس النادي الاسماعيلي هو اللي شايل المسؤوليه وهو اللي بيحاول يدبر موارد، والراجل يعني بيحاول يعمل كل اللي في وسعه عشان ينتشل النادي الاسماعيلي من الظروف الصعبه دي. ويعني بيطالب جمهور الاسماعيلي بلاش نضغط على اللعيبه في نسبه كبيره منهم من الناشئين ومش في حمل الضغط ده، وان الجماهير يساند ويدعم الفتره اللي جايه لان الامور يعني صعبه جدا. يعني دي ممكن نقول تصريحات او كلام قاله لبعض المقربين ليه ان هو يعني الامور تهدى شويه الفتره اللي جايه، والجمهور ان شاء الله يحاول يساند ويدعم في المباريات الثلاثه اللي جايه. مش هنتطرق كتير لتصريحات رئيس النادي الاسماعيلي ونخش على طول في الموضوع الاهم، وهو الاخبار اللي طلعت وبتقول ان الكابتن تامر مصطفى هيمشي من النادي الاسماعيلي. خلينا نكون متفقين ان بعد الخساره من انبي كان النادي الاسماعيلي على صفيح ساخن، ده من جانب الاداره ومن جانب الجهاز الفني، وطبعا الجمهور زي ما احنا قلنا ان الجمهور كان على اخره. قلت لك انا في الفيديو بعد المباراه ان في 2-3 من الجمهور كانوا في المستشفى بيعانوا من مشاكل بسبب الخساره اللي حصلت من انبي، وزي ما انت شايف في الصوره اللي قدامك اهو مشجع موجود في المستشفى بعد الخساره من انبي وحصلت له بعض المشاكل والحمد لله خرج بالسلام. الجهاز الفني بقياده الكابتن تامر مصطفى ابدى غضبه شديد جدا جدا من اداء اللعيبه، وان هو ما كانش متوقع ان لعيبه النادي الاسماعيلي بهذا السوء من المستوى، ان هو كان يامل في تحقيق الثلاثه بونت عشان هيريحوا الدنيا ويهدوا الاجواء خالص جوه النادي الاسماعيلي. بعد المباراه الناس اتكلمت وقالت ان الكابتن تامر مصطفى اخذ هدومه ومتعلقاته الشخصيه من النادي الاسماعيلي، وان هو خلاص مش بيرغب ان هو يكمل تدريب النادي الاسماعيلي في الفتره اللي جايه، وفي سوء حظ كبير جدا جدا بيواجهه، ويعني بيفسح المجال قصاد مجلس الاداره ان هم يختاروا مدير فني يقدر ينتشل النادي الاسماعيلي في الظروف الصعبه دي. واللي بيأكد على كده كمان ان في لاعب من فريق النادي الاسماعيلي اكد وقال ان فعلا الكابتن تامر مصطفى بلغهم ان هو مش هيكمل مع النادي الاسماعيلي، وان مباراه انبي هي المباراه الاخيره ليه من حيث القياده الفنيه للدراويش. طبعا بعد ما الاخبار دي طلعت لمجلس الاداره والموضوع وصل له فوق ان الكابتن تامر مصطفى مش هيكمل مع النادي، دار حديث ما بين اعضاء مجلس الاداره والكابتن تامر مصطفى بعد ما طبعا وصلوا له، وكان في تحايل شديد جدا جدا على الكابتن تامر مصطفى ان هو يكمل مع النادي الاسماعيلي في الثلاث مباريات اللي جايين. وطبعا الكابتن تامر مصطفى بلغهم وقال ان الظروف بتعنده والظروف مش ماشيه احسن حاجه مع النادي الاسماعيلي، وممكن لو جه مدير فني جديد يقدر يعمل حاجه ويحقق المطلوب في الثلاث ماتشات اللي جايين. ولكن طبعا بلغوه مجلس الاداره ان الثلاث ماتشات اللي جايين الموضوع ما فيهوش فيه ريسك ان احنا نقدر نغير، وان احنا عندنا ثقه في كامله فيك وان انت تكمل مع النادي الاسماعيلي، وان شاء الله باذن الله الظروف تتحسن والوضع يتغير في المباريات اللي جايه. عايز اقول لك ان كان في تحايلات ومحاولات شديده جدا من مجلس الاداره على الكابتن تامر مصطفى ان هو يكمل مع النادي الاسماعيلي لنهايه الموسم. خلينا ناكد ونقول ان المرحله دي فعلا ما فيهاش المجازفه ان انت تغير مدير فني. طبعا احنا عندنا اختلاف شديد جدا جدا عن المباريات الاخيره اللي بقياده الكابتن تامر مصطفى، ان فعلا اداء النادي الاسماعيلي بقى دون المستوى خالص، ومفيش فنيات ومفيش لمسه مفيش لعبه. حتى كمان اتكلمنا عن تغيير مراكز اللعيبه في الملعب، وكمان بالنسبه للتغييرات ما بقاش الكابتن تامر مصطفى يعني موفق فيها. يعني خلينا نقول ان احنا اشدنا بالكابتن تامر مصطفى في اول مباراتين ليه مع النادي الاسماعيلي، واول مباراه كانت طلائع الجيش واللي قدرنا ان احنا نحقق الفوز فيها 1-0، وتاني مباراه اللي قدرنا نتعادل مع بيراميدز 2-2 وعملنا مباراه كويسه جدا قصاد فريق يعني مدجج بالنجوم. دول المباراتين دول قلنا ان الكابتن تامر مصطفى عنده رؤيه فنيه، كمان اللعيبه بقت واقفه في اماكنها في الملعب. كمان اتكلمنا واشدنا باداء محمد نصر في مباراه بيراميدز وان لعيب كان كويس جدا ومستواه كان هايل، وقلنا ان الكابتن تامر مصطفى الحمد لله بدا يحدث الفارق الفني في اللعيبه، وشفنا بالفعل التغيير في مستوى واداء لاعبي النادي الاسماعيلي لما تيجي تقارنها بالدور الاول. احنا اتكلمنا وقلنا الكلام ده، وقلنا ان الكابتن تامر مصطفى اختيار موفق للنادي الاسماعيلي. وحتى كمان بعد بيراميدز لما لعبنا الاتحاد السكندري في الدوري ولعبناه في الرابطه كان الاداء مش احسن حاجه، ولكن كنا بندعم وبنساند وبنقول ان الظروف اللي جايه تكون افضل واحسن.
ولكن المباراة اللي فاتت قصاد انبي والمباراة اللي قصاد زد واللي قصاد سموحة ما كانش اداء النادي الاسماعيلي احسن حاجة. ممكن كنا بنتكلم مثلا الشوط الثاني في مباراة سموحة كان افضل، ولكن فعلا في اخطاء فنية بيقع فيها الكابتن تامر مصطفى، واحنا من مكاننا بنطلب من الكابتن تامر مصطفى ان هو يحاول يحسن الوضع، لان خلاص الظروف بقت صعبة جدا جدا. ده اللي بيخص الكابتن تامر مصطفى. كمان طلع كلام بقى وده اتسرب من داخل مجلس ادارة النادي الاسماعيلي ان الكابتن عبد الحميد بسيوني في حالة رحيل الكابتن تامر مصطفى هو المدير الفني للنادي الاسماعيلي. الحقيقة خليني اقول لك ان اسمه بيتردد، ولكن انا عايز بس اقول لك معلومة ان الكابتن عبد الحميد بسيوني هو من تقدم باستقالته من طلائع الجيش، وزي ما احنا عارفين ان اي مدير فني هو اللي بيقدم استقالته ما يحقلوش ان هو يمسك اي فريق في الدوري في الموسم الحالي. وده طبعا انا فاكر ان انا شفت تصريحات للكابتن عبد الحميد بسيوني بعد رحيله من طلائع الجيش، وقال ان هو بيشكر اداره طلائع الجيش على موافقتهم ان هم قبلوا الاستقاله بتاعته. وده هنا بيأكد كلامي ان الكابتن عبد الحميد بسيوني هو اللي مقدم استقالته، والموضوع ما جاش من تمت اقالته من اداره طلائع الجيش. فانت خلاص قدمت استقالتك، فبالتالي ما ينفعش ان انت تدرب اي فريق. خلينا نشوف ونقول ممكن الموضوع مثلا يظهر بصيغه تانية، ده لو في حاله عبد الحميد بسيوني هيجي النادي الاسماعيلي، وفي حاله يعني ان كابتن تامر مصطفى صمم على موقفه. خلينا بس هنا نقول ان لحد دلوقتي ما انا بعمل معاك الفيديو ده يوم الجمعه مفيش خالص لرحيل الكابتن تامر مصطفى، وان هو هيقود مران النادي الاسماعيلي يوم السبت، وان الراجل مكمل مع النادي الاسماعيلي لنهايه الموسم. اكيد بقى مش اكيد ده اللي احنا بنشوفه في الايام اللي جايه، لان احنا متعودين مع النادي الاسماعيلي كل ثانيه في حال. خلاص يعني انا بقول لكم كلمه مشهوره ان مع الاسماعيلي مش هتقدر تغمض عينيك. احنا بس بنطلب من الكابتن تامر مصطفى، احنا خلاص فاضل لنا 3 ماتشات نحاول نأدي ونحاول نجمع فيهم نقاط، عايزين يبقى شكلنا افضل في الدوري ان شاء الله باذن الله، متفائلين باللي جاي، ولو ان مفيش حاجه فيها تفاؤل، ولكن نأمل ان شاء الله ان الظروف والاوضاع كلها تتغير الفتره اللي جايه. ده كل الكواليس والامور اللي حصلت ما بين الاداره وما بين الكابتن تامر مصطفى، وان شاء الله كابتن تامر مصطفى مكمل مع النادي الاسماعيلي لنهايه الموسم، وبعد بقى ما الموسم يخلص هنتكلم ونشوف هل هيكمل لموسم جديد ولا لا. يهمني طبعا اخد ارائكم في التعليقات تحت في مساله وجود الكابتن تامر مصطفى واستمراره ورحيله من عدمه، وهل لو مشي من النادي الاسماعيلي هيأثر على استقرار الفريق ولا لا. في النهايه ما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو. احنا الدراويش، انا الاسماعيلي، انا الفن والحرفنه واللعب البرازيلي من ايام رضا وشحته والعربي وميمي درويش، والدراويش هم الدراويش، الدراويش هم الدراويش.